السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل رز معمر، بس رز معمر المسكر مش الحادق. في ناس بتحب الرز المعمر المسكر وفي ناس بتحبه الحادق. احنا هنعمله النهاردة معانا الرز المعمر المسكر. جبت كوبايتين رز ونقعتهم في مية نص ساعة، وبعد كده لما الرز اتشرب من المية حطيت عليه 3 معالق زبدة وقلبتهم كويس جدا مع بعض عشان الرز كله يختلط مع الزبدة. بعد ما قلبتهم كده كويس مع بعض واتأكدت ان الرز خلاص بقى يعني اتشرب مع الزبدة، حطيت عليهم مية سخنة، كوباية مية سخنة كبيرة كده، وقلبتهم مع بعض وولعت عليهم النار شوية كده لحد ما المية دي تنشف او الرز يتشرب من المية وهي بتغلي زي ما انتوا شايفين كده بتغلي. بعد كده الرز اتشرب بالمية وبقى بالشكل ده. جبت كوبايتين سكر، الكوباية 250 جرام. فانتي لو عايزاه الرز المعمر مسكر التسكيرة بتاعته طالعة شوية حطي كوبايتين بالظبط. عايزة يبقى مظبوط كوباية ونص. احنا هنا عشان طلبوا مني عايزينه مسكر شوية فزودت النص كوباية دي. فانتي المعيار المظبوط اللي هي تتحطي كوباية ونص على كوبايتين الرز، وقلبتهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين عشان السكر يدوب في الرز والمية لحد ما المية خلاص هي بدأت تنشف خالص. انا حاطه المية السخنة دي وخليتها تغلي شوية على النار علشان الرز يبقى مستوي معانا، لان احنا لو حطينا السكر على الرز وهو مش مستوي مش هيستوي. حتى لو انتي بتعملي الرز بلبن ما تحطيش السكر مع الرز وهو بيستوي، سوي الرز الاول وبعد كده حطي السكر عادي. وما تحطيش فانيليا. الرز المعمر ما يتحطلوش فانيليا عشان يبقى يديكي فعلا طعم الرز المعمر. وده كيلو ربع لبن، يبقى كيلو ربع لبن على كوبايتين رز على 3 معالق زبدة على كيلو ربع لبن، ونقلبهم كده مع بعض. وطبعا الكوبايه ونص سكر او كوبايتين سكر لو انتي عايزه التسكيره بتاعته تبقى طالعه شويه. وقلبته كويس كده واديته غلوه يغلي على النار، وبعد كده حطيته في الفرن. شايفين او كده بيغلي مع اللبن والسكر، ودوبتهم خالص، دوبت السكر خالص مع الرز. هنا شايفين ده انا كده حطيته في الفرن، وبعد ما اللبن والرز اتشربوا مع بعض وبقوا يعني حته واحده زي ما انتوا شايفين، بدات جبت قشطه وحطيتها على الوش، وبعد كده حطيته في الفرن تاني وولعت عليه الشوايه من فوق علشان يحمر. وده الشكل النهائي بتاعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا والطعم جامد جدا. وطبعا عشان من حلاوته ومن ريحته اللي كانت طالعه في الشقه قالوا لا احنا هناكله هو سخن دلوقتي حالا. وشايفين اللي هتشوفوا دلوقتي الدخان اللي خارج منه عشان هم مستعجلين على ان هم ياكلوه فعشان طعمه حلو قوي وكان ريحته حلوه جدا، غير انه مفلفل كمان ومش معجن. يا رب يعجبكم من مطبخ نهله، وبالهنا والشفا. باي باي.